اخرى. غادي نبدا بالوزيره بن علي، وزيره الانتقال الطاقي والتنميه المستدامه. هذه واحد في 2024 كانت المصيبه ديال البوسه في باريس مع احد كبار رجال الاعمال الاستراليين. الوزيره بن علي خرجت كتنفي من بعد واحد السكوت، خرجت كتنفي لا هذيك التصويره راه ما واضحاش وماشي انا. الصحافه الاستراليه كتقول لك لا هذيك الوزيره بن علي تبوس ولا ما تبوش شغلها هذاك، لكن راها مسؤوله في حكومه نقولوا ماشي هي. ولكن المصيبه في هذه لافير هذه هو ان هذاك رجل الاعمال الاسترالي خدا صفقه ضخمه مع المكتب الشريف للفوسفات تحت اشراف ليلى بن علي والوزاره ديالها. وكل شيء ذاك الوقت تكلم على تضارب المصالح. كيفاش يعقل السيد تحت اشراف وزاره ليلى بن علي من كبار رجال الاعمال الاستراليين في المعادن وفي هذاك ياخذ صفقه مع لو سي بي مكتب شريف الفوسفات، ومن بعد كيتلاقى هو وياها في باريس ولو هي كتقول لك لا ماشي انا لا والو. كتعرفوا ليلى بن علي عندها الجنسيه منذ 2009، كانت كتقرا تما ومن بعد ولات كتقري في فرنسا، خدات الجنسيه الفرنسيه وسميتها الحقيقيه هي ليلى غاشيل بن علي. وهنا كاين عاوتاني مشكل ديال الناس ازدواجيه الجنسيه كيفاش علاش. ولكن ليلى بن علي غتجينا في مصيبه اخرى هاد اليومين هادي في التسريبات ديال الوثائق. ومصيبه هادي كتعرفوا بان ليلى بن علي 2021 تعينات في الحكومه كوزيره انتقال طاقي زوين. 2023 كيف يعقل الوزيره خوها احد المقربين منها كلهم هادو بن علي وكذلك واحد جوج ديال الشركاء عندهم واحد الشركه. هاد الشركه هادي اتلانتيك دريدغين ماروك كان راس مالها في 9 فبراير 2023 9 فبراير 2023 40,000 درهم، يعني 4 المليون. لا غير شركه صغيره على قد الحال. بين نهار وليله الشركه ديال السيده الوزيره طلعت لراس مال 4 المليار و700 مليون. عرفتوا شنو هي 4 المليار و700 مليون؟ ما سهلاش، رقم ضخم. في شي دوله اخرى ديمقراطيه غادي نعيطوا عليها ونقولوا لها لا انت وزيره كيفاش درتي لهذا الرقم هذا؟ منين جبتي هاد الفلوس؟ ونقولوا نفرضوا جا شي مستثمر وجاب الملاير واه ودايره سميتك انتيا ومشاركه معاه انتيا في الميدان اللي كتشرفي عليه انتيا. هذه مصيبه هذه، ولا احد يحاسب احد. شو الناس كيفاش الفلوس كيفاش تضارب المصالح. كيفاش غنتكلموا على تضارب المصالح ورئيسها اللي هو رئيس الحكومه عنده تناطح المصالح. تناطح المصالح وهذه غير هي. بلاتي يبانوا لنا الوزراء الاخرين، بلاتي تشوفوا المصيبه اللي جايه غنتكلموا عليهم بشويه بشويه. لكن من 4 المليون راس مال الشركه ديال ليلى بن علي الى 4 المليار في الميدان اللي هي وزيره فيه، هذه خصها الاستقاله والمحاسبه تمشي ديريكت للمحكمه. ديريكت للمحكمه في شي دوله ديمقراطيه الا المغرب. ما دمت في المغرب لا تستغرب. هذا الشيء لا يعقل. نقولوا هاد الشركه اتلانتيك دريدغين ماروك المصيبه الكبيره، عرفتوا الوثائق ديالها ها هما رسميين، السجل التجاري الموديل سات كل شيء ديال هذا الشيء، والسميه ديال ليلى بن علي طالع رسميا. ها الوثائق الرسميه كله طالع مزيان. خدات صفقه دابا ليلى بن علي الوزاره ديالها دارت واحد الصفقه، وهاد الصفقه هادي باش غيدار الدراكاج هو كيجمعوا ديك الرمال اللي كتدخل للموانئ، غيتجمعوا دوك الرمال باش البواخر الكبيره يمكن لهم يدخلوا للموانئ بلا ما يحرتوا. غادي دار واحد الصفقه بين 2 المليار ونص حتى ل 4 المليار و700. وهاد الصفقه هادي باش 20 ميناء في المغرب كلهم يتنقاو. شكون اللي غادي ياخذ الصفقه؟ شكون غتاخذها؟ ليلى بن علي.
هي وخوها والعائله والمهم بيناتهم، وهي اللي كتشرف على هذا الشيء. زعما شي حوايج. وكيفاش مرسى ماروك، كيفاش اداره الموانئ بيناتهم كيتعاطاو الصفقات. اعطيني هاد الصفقه، هاك هاد الصفقه، خلينا مقصرين. رجال الاعمال جاو كيحلبوا في المال العام، حتى شي واحد ما يعيش معاهم. السيده ليلى بن علي كتنتمي للبام، التراكتور. المنصوري اللي كتقول، والسي بن سعيد اللي كيقولوا غدا راه حنا حكومه 2026. الله يحد الباس. الحزب من بعد تجار المخدرات على الصعيد الدولي، لكل خطره كينوض شي واحد، والامثله عطا الله. ما عرفتش علاش تجمعوا في هذاك الحزب وما كنتهم حتى. هادو وقائع. اليوم ها هي مصيبه اخرى عاوتاني. ليلى بن علي، واش فاطمه المنصوري وبن سعيد غتكون عندهم الشجاعه باش يقولوا لها لا عندك تضارب مصالح، نوضي تقلعي من الحزب، وكذلك اجي نحاسبوك الاخلاقيات السياسيه ونديروا. لو كان ماشي هاد التسريبات والله ما نعرفوا حاجه. وراه مازال هذا راه غير الاول، لان مازال كاين دي زافير اخرين بخصوص، لان دابا ملي عرفنا الشركه وهذا ولا سهل في المحاكم التجاريه، كتدخل كتشوف كتخرج وهذا. مهم انا غنرجع لهذا الموضوع هذا كما قلت لكم. الله يحد الباس. كنقول ندير هذا الفيديو نتكلم على هذا الموضوع ولا موضوع واحد اخر، ولكن نظرا للاهميه ديالو ضروري نتكلموا عليه، بخصوص الفتى المدلل ديال حكومه اخنوش، مصطفى بيتاس. مصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومه، مصطفى بيتاس اللي كيتقلق عليهم في الندوات الصحفيه الى نظم شي ندوه صحفيه، مصطفى بيتاس اللي معروف بلغه الخشب، مصطفى بيتاس اللي قيس ليه عينو، ديروا اللي بغيتو الا اخنوش عندك وتقيسوا فيه. عندك شي واحد ولو بشي اسبوع ولا بشي حاجه اخنوش ولي نعمته ما يمكنش. كينطبق عليه المثال المغربي الاصيل: الا عطاك العاطي لا تحرط لا تواطي، حتى الجبال طاطي. غير في المثال الشعبي ديالنا الا عطاك العاطي كيتكلموا على الله سبحانه وتعالى. في الحاله ديال بيتاس كيتكلم ولا غيطابق عليه اخنوش ولي نعمته، وإلا عطاك العاطي ما تحرط ما تواطي. المال العام، الشعب المغربي، الحكومه المغربيه منحانيه البيتاس. دير سيدي ما بغيتي وتبرع. انا بغيت نعرف اشنا هي الوصفه السحريه اللي كاينه عند بيتاس. والله العظيم حرت الوصفه السحريه اللي عنده. كيفاش لاستاذ متواضع مصطفى بيتاس، ولا برلماني مزيان. التعويض ديال البرلماني هو حوالي واحد 37 ألف درهم. من 2016 هو برلماني، يعني الا ضربنا 37 ألف درهم في الشهر في واحد الخمس سنين، حيد منها المصاريف شحال كاع غادي يبقاو ليه. لما ولا وزير هادي عامين، معروف الخلصه ديال وزير والتعويضات ديال وزير. كيفاش، وقبل ما ندخل في صلب الموضوع، كيفاش بيتاس عنده واحد 200 هكتار في ايتوا باللي، جماعه ايتوا باللي، اقليم طاطا، كي دار لها 200 هكتار. وهذيك 200 هكتار زيدها الفلاحه، زيدها شحال من حاجه. كيفاش يمكن لي تكون عندي 200 هكتار في فلاحيه في طاطا؟ كيفاش يمكن لي تكون عندي فيلا فاخره اللي يمكن تسوى مليرات في هرورة؟ كيفاش يمكن لي تكون عندي فيلا فاخره في اكادير في الحي محمدي؟ كيفاش يمكن لي ندير اراضي اللي مازال ما تبناوش هنا في مدينه اكادير، قلميم، النواحي ديال سيدي افني؟ كيفاش يمكن لي يكون عندي مشاريع عقاريه في مدينه الداخله؟ وزيد 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 وزيد. قولوا لي عييت ما نحسب. ها هو استاذ غيتخلص واحد 6000 درهم ويوفر، ها هو برلماني ويصرف ويوفر، ها هو في الحكومه ويوفر، ونوفر تيعيا ما يمكنش يوصل لهاد الملاير اللي عنده. كي دار ليهم؟ انا حرت. كان سائل السي الحموشي المدير العام لمراقبه التراب الوطني، الله ديستي، كيفاش لما كنتبعوا
هاد المسؤولين الكبار ديالنا، وكنشوفوا هاد الثراء الفاحش وفي واحد الوقت قياسي، وما نعلموش رئاسه النيابه العامه، ما نعلموش القصر الملكي، ما نعلموش الدوائر المختصه، ونقولوا لهم هذا الوزير راه شفار، نعلموهم هذا المسؤول السامي راه شفار، هذا راه كيستغل المنصب ديالو. كيف انا حرت ما عرفتش ياك ما كيفاش دار هاد الاملاك كلهم، كيفاش دار هاد الفلوس كلهم، منين جمع هاد الشيء كامل؟ انا قلت لكم عمليه حسابيه ما خرجتنيش في هاد الشيء، ما يمكنش كاع، لا يمكن، من غير والله اعلم. وهذا الشيء غير شبهه فاش كان برلماني وكان الحزب ديالو يعني اخنوش وزير الفلاحه والصيد البحري وعنده السماء والارض، وهذا يمكن كان كيتدخل في شي حوايج وكياخذ لي كوميسيون، الله اعلم. من يطلع وزير اللي بغى شي حاجه يقضيها ليه وداك الشيء وكيمشي ياخذ لي كوميسيون. هذه هي اسرع طريق باش يمكن يكون عندك ممتلكات كثيره وتكون كتوزن في وقت قياسي ما يفوق على 3 4 5 المليار واكثر. هذا الشيء غريب الحكومه ديالنا، هذا الشيء غريب في بلادنا، وهذا الشيء ما كيطرا غير في بلادنا. كيفاش بغينا المواطن البسيط الى غير بان عليه هذا طن اجي لهنا، كيفاش درتي ليها؟ واش الرقم الاخضر كيخدم على بحال هاد الناس هادو؟ الفضيحه. السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى هذا الفيديو هذا اللي حطيت لكم ديال الصحفي اللي بين شي حقيقة اللي خطيرة بزاف، ديما تيبين حقيقة خطيرة بزاف. عليها بنتساوش اللايك والبارطاج باش ديما ان شاء الله نبقاو نحطوا لكم الجديد في هذه القناة. والله يكبر بكم والله يسهل لكم وتهلاو ليا فراسكم. فيديو جديد ان شاء الله.